السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. اسلام حفني معاكم. في الفيديو ده هنعمل مع بعض كومبوننت باستخدام الاي اي. هنعمل نفس الزرار اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. هنكون بنستخدم في الفيديو ده بلجن اسمه فيجما سي ال اي. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. بالنسبه للبلجن وتفاصيله والسيت اب بتاعه وازاي تشغله مع الايجنت اللي انت بتشتغل بيه، كل الكلام ده هسيب لكم برضو فيديو عمله باشمهندس سامد دريني، شرح فيه تفاصيل كتيره جدا عن الموضوع والبلجن وازاي بيشتغل وحاجات تانية كتير. انا بستخدم ويندوز. شويه مختلف السيت اب في الويندوز عن الماك. لو انتوا حابين ان انتوا تعرفوا السيت اب بيتعمل ازاي على الويندوز وعندكم فيه مشكله، ممكن تكتبوا لي في الكومنتس ونعمل فيديو عن السيت اب بتاعه في الويندوز ونستخدم ويندوز باور شيل. البلجن ده ايه ميزته عن الربط بالام سي بي؟ اولا واهم حاجه، هو مش محتاج بيد اكونت عشان يشتغل، لان الام سي بي طبعا زي ما انتوا عارفين او اللي فيكم يعرف هو ما بيشتغلش الا على البيد اكونتس بس في فيجما. فالبلجن ده تقدر تشغله على اكونت فري عادي. غير موضوع التوكنز، طبعا الام سي بي بيحرق توكنز كتير جدا في التاسكات اللي هو بيعملها، انما البلجن ده efficient جدا، ما بيستخدمش توكنز كتير وفعلا بيبقى سريع جدا، ان هو بيشتغل لوكال على الجهاز عن طريق حاجه اسمها سي دي بي مش الام سي بي. المهم يعني التفاصيل دي احنا ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين اكتر. تعالوا نشوف الاول البutton اللي هو عمله ازاي بالاستراكشر بتاعه. طبعا هو اللي عامل الكلام ده كله. أم نفس الاستراكشر اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات تقريبا. بس قبل ما نبتدي تعالوا نشيل كل حاجة كده واوريكم الموضوع ماشي ازاي، او هو بيمشي بورك فلو عامل ازاي عشان يعمل الزرار بكل البروبرتيز وكل التفاصيل اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. تعالوا نشيل كل حاجة ليها علاقة بيه الأول. دي كده سيشن جديدة اهي. انا بس هقول له ران فيجما يولو. فاتح ران فيجما يولو. طبعا فيجما يقولوا الفرق بينها وبين السيف مود ان هو بس ما بيحطش الويندو اللي هي فيها ان هو دايما كونكتد، دي ما بحبهاش. فهو كده بيبقى كونكتد بس في الباك جراوند. ماشي، هو كده اشتغل السبيد بريدج ده تمام، كل حاجه زي الفل. ونقدر بقى ان احنا نكريت الزرار. ممكن اقول له بس كريت بوتنز. فتعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. طيب، هو خد الامر، وصل دلوقتي اهو ل 14 ثانيه. انا بقى في الاسئله اللي انا مديها له، عندنا اول سؤال اللارج بوتن هايت. انا طبعا اديت اللارج بوتن هايت ده وقلت له قلل تمانيات علشان يوصل للميديوم والسمول زي ما انتم شايفين كده في الارقام اللي هو عاملها. فانا هختار الحاجات اللي هي اللي احنا هنعملها في الفيديو. البرايمري كولر شيد البرايمري 500 من برضو البريميتيفز. عندي تكست ستايل اللي هيعمل له دوبليكيت. انا ماشيين بنفس السيكونس بالظبط اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، لو حد يعني شافه. وطبعا للي ما شافوش هتلاقوه برضو اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. نختار التكست ميد اللي هو الميديوم، وبعد كده البوتن كورنر راديوس الديفولت بتاعه هيبقى 16. فدي الاسئله اللي انا قلت له يسالها لي، لان الاسئله دي هي يعني تعتبر اكتر حاجات اللي بتتغير في كل بروجكت عن التاني. مثلا اللي هو الراديوس، البراند كولر، الحاجات دي ايا كان بقى الحاجات اللي هي بتتغير انا خليته يسالني عنها. وطبعا احنا ممكن نزود عن كده بكتير. طيب زي ما انتم شايفين انا بس بقبل اي permission هو بيحتاجه. هو كده تقريبا خلاص خلص الزرار، بس بيعمل verification. طيب 39 ثانية، هو ساعات بيعملها في أقل من كده، أو بس موضوع الفيريفيكيشن ده اللي ممكن بيطول شوية. بس ما علينا، نتيجة مرضية جدا. 39 ثانية من بعد الإجابات كمان على الأسئلة. كانت الأسئلة اتسألت في الثانية ال 14 تقريبا. فالمهم يعني إن الوقت برضو مش طويل خالص. في نفس الوقت هو عمل لي تقريبا الست كاملة بدون أي مشكلة خالص. عمل لي الستيتس وعمل لي كل التفاصيل وحط لي الستايلز اهي. طبعا احنا كنا ماسحين ده. وحط لي برضو البوتن سايزز بالمودز بتاعتها، وحط لي الكالرز كلها في اليو اي كالرز هنا عند جروب اسمه بوتنز زي ما انتم شايفين كل حاجه محطوطه. وعمل طبعا بند او ربط كل الكلام ده بالزرار زي ما احنا شايفين اهو. التوكن بتاعت الهايت مربوطه، والبادنج برضو نفس الكلام. الستيتس بنغيرها عادي. الار تي ال تمام. انا طبعا
شويه غيرنا في الطريقه بتاعه الليدنج والتريلينج. احنا عملنا هنا ان الليدنج مثلا لو انا هغيرها، احنا طبعا كده كده هنغير الايكون بتاعتنا اول ما نبتدي، لان هو انا عامل له بس ان هو يحط ديفولت ايكون من عنده يعني، وهي حتى برضو المفروض كانت تتظبط ان هي تبقى في النص، بس مش مشكله، احنا كده كده هنغيرها. فانا بمجرد ما بعمل ار تي ال الليدنج بتقلب الناحيه التانية، عشان البيهيفير بتاع الار تي ال بيبقى ايه، الايكونز بتاعته بتتعكس. الفيديو اللي فات احنا عملنا السواب ليها، كل العربي ليه سواب ليدنج وتريلينج، والانجليزي ليه سواب ليدنج وتريلينج. ده لو احنا مثلا هنثبت او معظم الوقت هنستخدم اسهم، دي هتبقى افضل. انما انا لو معظم الوقت بستخدم حاجات غير الاسهم، وعايز ان انا على طول اول ما اقلب ار تي ال الايكون تحول على طول وما تتغيرش، يبقى هنمشي بالاستراكشر ده افضل. تمام. فهو كده عامل كل حاجه. احنا نسينا نشوف السايز كمان، ربط السايز بالفاريبلز والدنيا تمام ولا ايه؟ زي ما احنا شايفين اهو الدنيا تمام، والايكونز بتتحرك معايا والسايزز بتتغير، هي بقت 16 والتكست برضو بقى 14، كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله خالص، كانه نفس الكومبوننت بتاع الفيديو اللي فات. طيب فخلونا بقى نمشي في رحله الورك فلو اللي بيطلع الشغل ده اللي بيتعمل في اقل وقت ممكن. انا يعني الطريقه اللي انا شايفها من وجهه نظري كانت مناسبه، ان انا رحت لتشات جي بي تي وفضلت ان انا اتكلم معاه في الاستراكشر، اتكلمت معاه بالديكتيشن كده. وعلى فكره هو بيفهم عربي في الديكتيشن، لو حابين ان انتوا تشغلوا الديكتيت دي وتكلموا عربي هيفهم عادي. فانا مشيت واحده واحده كده بنفس الاسلوب اللي احنا عملناه في الفيديو الاولاني، وقعدنا نجرب طبعا حاجات كتير مع كلود كود قبل ما اعمل الفيديو، ويحصل اخطاء كتير واسجلها معاه بحيث ان احنا ناخد بالنا منها المره اللي بعدها، وهكذا. البرومبت متقسم لكذا مرحله، اوكي، بنفس تقريبا الطريقه اللي احنا عملناها بالظبط. اول مرحله خالص اللي هي السايز توكنز بالمودز بتاعتها، بالتوكنز بالارقام بكل حاجه. بعد كده تاني مرحله اللي هي الكالر توكنز، والفكره هنا ان انت تخليه ما يخمنش حاجه. الفكره ان انت تقعد تجرب لحد ما توصل لحاجه معينه، بعد كده انت اللي تعمل، ما تخلوش هو اللي يتخيل ويعمل، لان هو 90% هيعمل حاجه عكس اللي انت عايزها او مش زي ما انت عايز، وهتفضل تيتريت معاه تاني. الافضل حتى في الحاجات اللي هي الاساسيه زي الالوان والكلام ده كله، انت تكون مظبط كل حاجه وتديها له على طول، ما يقعدش هو يدور كتير وتحرق معاه كتير توكنز ووقت في ان انت تظبط الموضوع بتاع التوكنايزيشن، سواء الوان او مسافات او احجام او ايا كان. بالنسبه للبريميتيفز او التوكنز، انا اديت لفيجما. يعني انت لو جيت هنا كده، انا عملت ايه، انا بس خدت ده كده اكسبورت، طلعته على الفايل بتاعي، وبعد كده رحت رافعه للفيجما هنا، قلت له دي البريميتيفز بتاعتي، طلع لي الالوان انت بتاعت الزراير، وقعدنا انتست مع بعض الوان الزراير. ولقيت اول ما لقيت ان الالوان كده ظبطت وكل حاجه تمام، قلت يلا بينا، وعملنا البرومبت مع بعض. تمام. طيب، وبعد كده كومبوننت ستراكشر نفسه، وان بوتن كومبوننت سيت ريل فاريانتس، لان هو ساعات كان بيعمل كومبوننت بيز واحده ويقعد يعمل لها دوبليكيت كده علشان يعمل الفاريانتس وغير الوانهم، كان الموضوع كان غريب جدا. البوتن ستراكشر هيبقى عامل ازاي، اوتو لاي اوت والسنترد والالاينمنتس والحاجات دي كلها، الليدنج والتريلينج والليبل، الشكل بتاع الزرار نفسه هيبقى عامل ازاي، برضه هو مديله تفاصيل دقيقه للموضوع ده. دي حاجات انا ما خدتش فيها جامد يعني، انا حكيت له الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات وخلاص، او الطريقه اللي انا بشتغل بيها وخلاص. بعد كده عندك الفاريانت بروبرتي، هيبقى فيه برايمري وسكندري جوست، نفس اللي عملناه برضو الفيديو اللي فات. لو حابين طبعا الفيديو اللي فات هيكون تحت في الديسكريبشن ان شاء الله اللينك بتاعه يعني. البوتون بروبرتي دي ايه علاقه البوتون بروبرتيز؟ دي حاجه تانية بقى، اللي هي الليدنج ايكون تريلينج ايكون البوليانز بقى والحاجات دي كلها والسواب والكلام ده كله. وبعد كده في الايكون يوسج، هتستخدم الايكون ازاي، لان هو ساعات كان بيحط لها رابر او فريم زياده. بعد كده الفوكس رينج، بعد كده الار تي ال دي حلوه جدا، هو بيقول له انت الاستراكشر او اللاي اوت هيمشي ازاي في ال تي ار، وهيمشي ازاي في الار تي ال، لان احنا بنعكس الليدنج مع التريلينج في الار تي ال. بعد كده السيت نفسها اللاي اوت بتاعها هيبقى عامل ازاي، او الشكل النهائي في الاخر هيبقى عامل ازاي، وبعد كده نكون خلصنا. فاحنا هناخد البرومبت كله، وهاجي هنا للكلود كود. انا طبعا مسحت كل حاجه ليها علاقه بالزرار، وشلنا كل حاجه من فيجما والكلام ده. ممكن بس اديله، يعني ممكن اديله البرومبت، هو طبعا هيبقى طويل انا عارف، معلش. وبعد كده هديله اللينك ده واقول له use variables from this file، عشان بس ما يقعدش هو ينسبكت، لان هو بيقعد ينسبكت كل فايلز فيها فاريبلز او فيها بريميتيفز او فيها اي حاجه مشابهه، فممكن يحرق وقت كتير في القصه دي يعني. فطبعا احنا يعني
تعالوا نشوف الاول الستاتس. احنا على 39%، فتعالوا يعني هسيبه بقى انا يخلص كل حاجه وبعد كده نرجع له تاني. بعد ما يخلص هنشوف مع بعض هو عمل ايه الاوتكم، وهنشوف الوقت اللي هو استغرقه، وكمان هنشوف التوكنز اللي هو حرقها. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي، هو خد 9 دقايق و19 ثانيه واليوسج بقى 53%. تعالوا نشوف ايه اللي هو عمله اصلا. طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع شكله الى حد ما مش احسن حاجه. وبرضو الايكون نفس المشكله، دايما بتحصل مشكله في الايكون، عمرها ما بتطلع دايما نفس الحاجه. يعني ساعات تطلع كلها مظبوطه ودي راوندد، ساعات تطلع من غير دي، ساعات تطلع بيها. المهم مش مشكله، احنا كده كده الايكونز بنغيرها. بس هو للاسف عامل لها ايكون ديفولت، بس في نفس الوقت ظاهرها باللون الاسود، ودي برضو غلطه من الغلطات اللي دايما بتحصل. هي الحاجات دي للاسف يعني دايما بيعملها، مهما انا احسن في السكريبت او في البرومبت هو دايما بيعملها. طيب icon is showing black, however it is taking the right token. icon default. عايزين بقى نحسن شكل الست نفسها بتاعت الكومبوننتس. each icon only button will be under its normal button state. For example, primary default will have its own icon only button underneath, and starting from its left. This is in LTR, and in RTL it should start from its normal buttons right. Make proper spacing between LTR and RTL variants. let's say مثلا 200 بكسل. فتعالوا نديله المشاكل اللي طلعها دي ونشوف. بعد ما يظبط المشاكل دي ممكن بقى نشوف هو عمل الاستراكشر صح والدنيا بتتغير صح والزرار معمول فعلا صح، ولا في مشكلة في اللي هو عمله. هو دلوقتي 3 دقايق، واللي هو عمله ان هو ظبط اللاي اوت زي ما احنا عايزينه بالظبط. بس طبعا الايكونز بما انها سودا هي باينه كانها مش موجوده اصلا معانا، يعني هو ما حلش موضوع الايكون للاسف. icon is showing black. طبعا احنا ممكن الموضوع ده كنا نحله بعد كده بنفسنا يعني عادي. بس هي الفكرة ان انت عايزه هو اللي يتعلم، عشان هو اللي بيكتب، اللي هو السكريبتات موجودة عنده هو، فهو كل مرة كده هيجي كاريت الكومبوننت ده هيعمله برضو بالايكونز سودا. فانت مش عايز كده، انت عايزه ان هو يطلع كل حاجة مظبوط. والله هو احنا ممكن برضو نعملها، يعني نحولها ابيض ونقول له ان هي بيضة، بس الفكرة ان هي التوكن مظبوطة، بس هو بينزلها بلون مختلف، معرفش بيعمل كده ازاي اصلا يعني. طيب هو كده بيقول ان هو لقى المشكلة، الانستنس اوفر رايد مش عارف ايه. مم. هو يري ابلاي الفيلز، هو كلامه صح. هو لو عمل ري ابلاي للفيلز هو خلاص ما هتفضل باللون المظبوط، وحتى مش هنعرف نعمل كنترول وزد ونرجع لها تاني. يعني حاجه غريبه فعلا. هو كده خلص. تعالوا نشوف دلوقتي احنا وصلنا لايه في الليميت. احنا دلوقتي بقينا 60%. طيب هل احنا بقى كده الدنيا تمام ولا في مشكله؟ تعالوا نراجع كده سريعا. نطلع مثلا البرايمري، بتاع التايب تمام. السكندري ده ايه؟ اوكي كده تمام. برايمري مش عارف ايه. الليدنج ايكون لو عملنا سواب باللايبراري بتاعتنا مظبوطة. الار تي ال مظبوطة. اوكي لو عملنا الايكون اونلي تمام. هل بقى السايز شغال؟ تعالوا نشوف كده. ميديوم حلو قوي قوي. سمول والايكون برضو بتتغير، لو شلنا دي هيفضل برضو سمول ب16. ممتاز جدا جدا جدا. احنا كده تقريبا كل حاجة عندنا تمام. طيب احنا دلوقتي عايزينه يسيف، وعايزينه يفهم بقى ايه الاسئلة اللي هو يسألها لنا لو جينا نكرر العملية دي وطلبنا منه ان هو يكريت الزرار تاني. تمام. الويندوز فيه ديكتيشن، لو دوست ويندوز واتش يفتح الديكتيشن، فتقدر تكلمه وهو يترانزليت لتكست على طول، مش لازم نقعد نكتب بقى.
I want you to save everything in cloud.md and all relevant scripts. But before you do that, I want you to ask me 4 questions in case we will do this again. خلاص كده تمام. ماشي. هي بس cloud.md اللي هو بيعملها فوق دي دايما بيعملها كلاود، ما اعرفش ليه، بس ما علينا عشان بس هو بيفهمها غلط. نعدل بس دي cloud.md. تمام. تعالوا بقى نشوف كده هو هيعمل ايه. يبقى هو بيديني الأسئلة، انا ما اعرفش ليه. طيب don't ask me the questions now, just do it whenever I tell you to create buttons. طيب هو كده خلص، هو عمل سيف للكلام ده كله. تمام. انا بس هأكد عليه نقطة كمان. I want everything to be saved in cloud.md and scripts folder. I want next time in new sessions to load the whole create buttons task in less than 30 seconds. انا بس عايز اكد عليه ان كل حاجه تكون متسيفه في ال relevant files دي، وعايز اقول له برضو ان انا المره الجايه عايز الحاجه تحمل بطريقه سريعه جدا، اقل من 30 ثانيه. ليه؟ لان هو لو موزع السكريبتات بطريقه معينه هتاخد لود كتير، يقدر ان هو يلمهم كلهم في حاجه واحده، او يظبط هو التظبيطه اللي بيظبطها دي علشان الحاجه تحمل بسرعه. طيب هو كده خلص في 4 دقايق 39 ثانيه. خلينا نقفل ولا ايه؟ مش لازم نقفل، ممكن نعمل كلير. ده كده يبدا نيو سيشن واقول له ران فيجما يولو. هو كده بيحمل. نشيل كل ده وهنشيل الستايل وهنشيل ال variables كلها، وبعد كده اقول له create buttons ونشوف هيعمل ايه. طيب هو كده بدأ يسألني الأسئلة اهو، هنديله ال recommended بتاعنا، مفيش مشكلة. ال primary color بتاعنا هيبقى ال primary 500، ال text medium والradius 16. يلا بينا نشوف هياخد وقت قد ايه. تمام. الايكون تمام، ممتاز 23 ثانية، ده رقم ممتاز جدا. نتأكد بس ان الدنيا تمام. نقدر نعمل سواب للايكون ست بتاعتنا، بتنزل مفيش مشكلة. اتأكد بس. اوكي. لو عملنا السواب حلو جدا كده، شغال زي الفل. طيب الستيتس شغالة تمام. ايه تاني؟ السايز شغال برضو زي الفل. بس كده. كده احنا بقى عندنا الزرار باللاي اوت بتاعنا مظبوط، بكل الستيتس بتاعتنا مظبوطة بدون اي مشكلة خالص. طبعا الموضوع ده كان مجرد مثال على الكومبوننت بتاع الزرار، انما انتوا ممكن تعملوا الموضوع ده على اي كومبوننتس معينة. بنمشي بستراكتشر معين وبنبتدي ان احنا نصلح الاخطاء البسيطة اللي بتحصل. المهم ان احنا ما نديش مجال لكلود كود ان هو يقعد يخمن، خصوصا الحاجات اللي بالنسبة لنا ان احنا سهل ان احنا نحددها يعني. وكده نكون خلصنا كل حاجة عن البوتون كرييشن باستخدام فيجما سي ال اي. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ممكن تعملوا لايك وشير، ولو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن مجال اليو اكس واليو اي وازاي نستخدم الاي اي في الورك فلو بتاعنا ممكن تعملوا سبسكرايب للتشانل. متشكر جدا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، و سلام عليكم.